السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. اليوم جيتكم مملحة على السريع، سهلة خفيفة ظريفة، توجدوها في وقفة وبزيادة بزاف 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 بنينة. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو الأخير تكون حضرنا هذه المملحة السحرية. تجي بزاف هايلة هايلة الأخوات، ما عليكم غير تجربوها وتخلوا لي رايكم فيها. هنا راح تكون إن شاء الله كبديل البورك، هكذا جربوها مش راح تندموا عليها. أول حاجة راح نبداو في الحشو. الحشو هنا عندي كمية من صدر تاع الدجاج كيما راهو واضح، قدرته قطع صغيرة كيما راكم تشوفوا في الصورة. نقليه مليح في شوية زيت وشوية تاع الزبدة هكذا باش يجيكم بزاف بنين ويجي طري. هنا ضفت حبة تاع بصل، كذلك قطع درتها قطع. هنا شرائح من الفلفل. هنا شوفوا الأخوات الحشو اختياري، الحاجة اللي تحبوا تحشيو بها ديروها. هنا نخلي كل شيء يتقلى مع بعض، من بعد نبدا ندير التوابل اللي هي الملح، فلفل كحل، فلفل احمر هكذا شويه برك، شويه تاع الكركم، شويه تاع الكمون، والتوابل كذلك ترجع لكم واش حبيتوا ديروا في الحشو تاعكم عفوا. هنا السر في هذا الحشو باش يجيكم بنين، ولا اي حشو اخر لازم تقليوه مليح الاخوات وتخلوا كامل اللحم ولا الدجاج اللي درتوه خلوه ياخذ وقته هو يتقلى باش يجيكم الحاجه بنينه. هنا كذلك راه زوج حبات تاع الجزر، ونمرقوا غير بكاسه تاع الماء باش هكذا باش يجينا الحشو تاعنا بعد ما يطيب. نجيو للعجينه. هنا كميه الفرينه راهي اختياريه، واش حبيتوا الكميه اللي تحبوا ديروها، كيلو بكاس ولا هكذا بغرفيه صغيره. المهم هنا شفتوا الكميه الفرينه اللي درتها، ديروا فيها ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه كذلك صغيره تاع خميره الخبز. هذه هي حوالي 2 ملاعق أو 3 من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، حاجة اللي تفضلوها. ومن بعد نبداو نجمعو بالحليب. الحليب هنا دفيوه شوية الأخوات كيعود بارد الحال، كيعود ما كانش البرد يعني ما كنتوش مضطرين تحميو الحليب تاعكم. هنا نكمل نلم العجينه تاعي، راح نتحصل على هذا القوام كيما راه واضح في الصوره. هنا نلمها شويه نخليها تريح من حوالي 10 دقائق ربع ساعه، ومن بعد نولي ليها. هنا بعد ما ريحت لي العجينه تاعي شوف كش تولي يعني الطابع هكذا، راح نمددها بهذا الشكل باش نديرها قطع صغيره. هنا نجيب الكوبات وندير هكذا قطع، نحاول نديرهم متساويين. هنا ونوصيكم دائما صغروا العجينة خاطر راح نفتحوها بالحلة، الحلو قد ما تقدروا الأخوات. هنا نشكلهم بهذا الشكل، نزيد نخليهم يريحوا من 5 دقائق 10 دقائق هكذا باش تجينا سهلة في الخدمة. هنا بعد ما يريحوا الكريات تاع العجين تاعي نجيب هكذا 2 قطع تاع بلاستيك ونفتح فيهم العجينة تاعي. هنا ما ديروا لا فرينة لا والو، حلو بهذه الطريقة تجي بزاف سهلة وعملية. مام العجينة تاعكم ما تيبزلكمش من الفرينة، تبقى على نفس الطراوة. هنا كنصيحة كذلك لأخواتي المبتدئات، ديروا افتحوا كامل هذاك الكريات، افتحوهم باش نبداو نعمرهم ان شاء الله بالحشو. هنا تفتحوا تحطوا فوق بلاستيك ولا طرشونة، فقط يعني غطيوهم باش ما يوسيهمش الريح. هنا بعد نكملهم كامل نجي للحشو هذاك تاعي، ضفت عليه شويه تاع الدبشه مقطعه كما راكم تشوفوا، شويه تاع بطاطا مقليه درتها مربعات صغيره، والثومه كيما قلت لكم حشو اختياري يرجع لكم واش تحبوا. هنا نخلط الكل مليح، وهنا نجي للتشكيل تاع المملحة تاعي. هنا أول حاجة درت هذا الشكل، ومن بعد حسيتها جاتني بزاف كبيرة، وليت غيرت الشكل هذاك اللي شفتوه في الأول. هنا ما حبيتش نكوبي المقطع، ما حبيتش نحي منه والو تشوفوه، يعني هكذا كنت دايره هاد المملحة في راسي، من بعد وليت بدلت قلت علاش ما نديرهمش شوية أصغر. هنا نغلقه مليح فقط، يعني أي شكل تحبوه الأخوات ديروه، الشكل اللي جا في بالكم هذاك هو. يعني نضغط بأطراف الأصابع ومن بعد نديرو هذيك الضفيرة السامبل هذه تاع لي سوفلي، نديرها في هذا المملح هكذا باش يعني ما تتحلكمش أثناء القلي. ومن بعد نعاودو نديرو هذيك الحافة على الأسفل. هنا جبت العجين نتاعي حبيت نقسم كما راهو واضح باش نتحصل على مثلثات يكونوا شوية صغار. هنا ديروا اي جبن كذلك طري تفضلوه. هنا درت جبن طري ومن بعد درت جبن مبشور كما راهو واضح في الصورة.
هنا الأطراف هذوك راني نوسي فيهم بشوية تاع الماء، يعني ديروا الماء هكذا في صباعكم ومرة عقبي كامل على الساير دايرة المملحة تاعك العجينة هكذا باش كي تغلقي مش راح تتفتح معك أثناء القلي. يعني هذه الخطوات باش ما يتحلولناش الحبات، يعني كيما ديروهم إن شاء الله كيما تنحيوهم كيما حبيتو إن شاء الله. هكذا ندير هذيك الطريقة، نغلق ونزيد نعاود نظفر هكذا باش نتأكد مليح باه ما يتحلوليش كي نعاود نقلي فيهم. هنا كذلك الحشو ما تكثروش بزاف الاخوات، ديروا شوي شوي برك هكذا كيما تعرفوا هذاك من بعد يذوب لنا هذاك الجبن ويضاعف الحجم نتاعها. هنا نأكد لكم دائما نغلقوا مليح الاخوات، ديروا هذيك الطريقه تاع الماء بزاف هايله راح ينجحوا لكم ان شاء الله كامل الحبات. هنا نحطهم جانبا حتى نوجدوا لهم المرحله اللي جايه، اللي هي في بالي هي المرحله المتعبه برك في هذه المملحات. هنا نكمل نطفر بهذه الطريقه. هنا نوجد هكذا زوج حبات تاع البيض، ضفت لهم شويه تاع الحليب ودرت لهم شويه تاع الملح، تحبوا تتبلوهم ديروا اي توابل يعني هذيك لمسات اختياريه. هنا نوجد لا شابلور تاعي، هنا ندخل كامل المملحه هذيك في هذاك البيض والحليب ومن بعد نديرها في لا شابلور هكذا بهذه الطريقه. هنا ولا محاله لازم تستعملوا يدكم، يعني قد ما تحاولوا، واللي تحب دير بانسو هكذا لكن باليد اسهل او اسرع. هنا نكمل كامل الحبيبات تاعي بهذه الطريقه. هنا ما حبيتش نكوبي حتى حاجه، تشوفوا كل حاجه واش راهي تصرى في الكواليس. المهم هنا الاخوات جربوا هذه المملحه على ضمانتي، صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه مشبعه كذلك، يعني مع هذه برك مع شويه تاع الشوربه تجيكم ما شاء الله. هنا نكمل هكذا نحطهم جانبا، بعد ما نقلي فيهم هكذا في زيت يكون سخون مليح، تسخنوا مليح الزيت تاعكم ونبداو نقلي فيهم كما راهو واضح في الصوره. هنا تحبي يعني بهذه المملحات بالذات يعني لازم تقليهم الاخوات فقط، يعني ديروهم فوق هكذا ورق ماس يعني باش تخلصوا من هذيك الزيوت اللي تجي زايده. هنا شوفوا لي بسم الله ما شاء الله كيفاش جاو، كيفاش يبقاو محافظين على هذاك الانتفاخ، مش راح يتفشوا معكم، يبقاو هكذاك كما يتقلاو ويتنفخوا يبقاو بهذاك الشكل. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله، ما عليكم غير تجربوهم تستمتعوا بالبنه نتاعهم. هذه هي ان شاء الله الفيديو هذا يكون فاتكم ولو بالقليل القليل، ان شاء الله تستفادوا منه ولو تدبيره ولو نصيحه. ما تنسونيش من الجيم بارطاج والاشتراك في القناه باش تكبر عائلتنا، نستمر في تقديم المزيد بحول الله. الفيديو تاعنا وصل للنهاية تاعو، نخليكم دائما في أمان الله وحفظه، إلى فيديو آخر عمل آخر بحول الله تعالى.